الجن معروف انه بيعيش في اماكن معينة، واكتر الاماكن اللي بيتقال انها مسكونة هي الحمامات، خاصة الحمامات القديمة او اللي مهجورة لفترة طويلة. لكن ليه الحمامات بالذات؟ الحمامات دايما اماكن رطبة ومقفولة، وده بيخليها بيئة مناسبة للجن، لانهم بيحبوا الاماكن اللي مش بيدخلها ضوء الشمس كتير. بيقال ان الحمامات مكان نجس بسبب وجود المياه الراكدة، وده بيجذب أنواع معينة من الجن، خصوصا الجن السفلي. في ناس بتقول إن الحمام مكان ضعيف للبني آدم، لأنه بيكون في حالة تركيز مع نفسه ومش منتبه للي حواليه، وده بيخلي الجن يقدر يراقبه أو حتى يأذيه. البعض بيعتقد إن في جن مخصوص بيعيش في الحمامات وبيتسمى خادم الحمام، وده جن شرس ممكن يأذي أي حد يقلل احترامه في المكان ده. في اعتقادات بتقول ان لازم تقول دعاء دخول الحمام، اللي هو اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، عشان تمنع اي اذى. في ناس بتقول ان ما تخليش الحمام ضلمة لفترة طويلة، ولو اضطريت تدخل حمام بالليل افتح النور قبل ما تدخل. ما تتكلمش بصوت عالي جوه الحمام، وخصوصا ما تندهش على حد مش موجود، لان ممكن حد يرد عليك. في قصص كتير عن ناس سمعوا أصوات غريبة في الحمام وهم لوحدهم، زي صوت حد بيتمتم أو بيناديهم باسمهم. بعض الناس قالوا إنهم شافوا انعكاسات غريبة في المرايات، أو حسوا إن في حد بيبص عليهم من تحت الباب. أشهر قصة هي قصة الطفل اللي اختفى في حمام المدرسة ومحدش عارف راح فين. سواء كنت متصدق الكلام ده أو لأ، فالأكيد إن الحمامات أماكن مخيفة للبعض، خصوصا لو كانت ضلمة أو في أماكن مهجورة. فكر كويس قبل ما تدخل الحمام بالليل، يمكن ما تكونش لوحدك.